قبل ما ابدا الفيديو ده عايز انوه على حاجه مهمه جدا. اوعى تكون فاكر ان انا جاي اكلمك عن الصلاه معنى كده ان انا احسن منك او حالي احسن من حالك. انا عملت الفيديو ده عشان نتكلم عن حاجه صغيره، تفصيله صغيره كانت سبب انها تغير مسار حياتي كله، غيرت تفكيري، غيرت اولوياتي، غيرت مشاعري تجاه الدين والعباده. ولو واحد بس شاف الفيديو وعمل بيها، ده بالنسبه لي كل اللي انا عايزه من الفيديو ده. خليني احكي لك الموضوع من الاول. زمان وانا صغير كنت بستغرب من اهتمام الناس بالصلاه، خصوصا الصلاه في المسجد. يعني بصراحه كنت بشوف ان الموضوع اوفر شويه، بالذات مع والدي ووالدتي. يعني ليه واحنا خارجين ومبسوطين لازم نقطع كل ده عشان نروح نصلي مع بعض في المسجد، لما ممكن عادي جدا لما نروح نبقى نصلي؟ وليه لما نيجي من مشوار تعبانين وهنموت وننام لازم نستنى الصلاه لحد ما تاذن ونصلي وبعد كده ننام؟ مع اننا عادي ممكن نبقى نصلي لما نصحى. كده كده صلاه الظهر ممتده للعصر، وصلاه العصر ممتده للمغرب، وهكذا. يعني ربنا موسعها علينا، انتوا بتضيقوها ليه؟ عدت السنين وكبرت شويه، بدا الاهل طبعا يضغطوا عليا ان انا انزل اصلي في المسجد. معظم الصلوات ما كانتش مشكله بالنسبه لي قوي، لان انا كده كده كنت اصلا ببقى بره البيت في درس او في المدرسه، فعادي كده كان محدش شايفني، والصلاه ما كانتش في حسباني قوي. المشكله الكبيره كانت في صلاه الفجر، لان انا كده كده موجود في البيت، وهم كانوا طبعا حريصين جدا ان هم يصحوني بالعافيه، لازم تصحى عشان تنزل تصلي. طبعا صلاه الفجر كانت بالنسبه لي صعبه جدا، ان انا اصحى من وسط النوم متقدر وعايز انام، وطلب ان انا اتوضى وانزل اصلي في المسجد. فبدات اطلع شويه حجج كده، ما تصحونيش عشان لما بصحى ما بعرفش انام، وانا عندي درس الصبح ومش عارف ايه وبتاع، واي حجه عشان اهرب من صلاه الفجر، لانها بصراحه كانت بالنسبه لي حاجه صعبه جدا. واحيانا كتير طبعا ما كنتش بصحى، وكانت معظم خلافاتي وخناقاتي مع والدتي بتتمحور حول موضوع الصلاة. وفضلت على الحال ده فترة طويلة، أصلي مرة و10 لأ، مع إني كنت أزهري، كنت حافظ كمية كويسة من القرآن، لكن الفترة دي الصراحة كنت هجرت القرآن بشكل كبير، وكنت نسيت منه كمية كبيرة جدا، وكانت فترة ضياع بالنسبة لي. يعني ما كانتش فترة كويسة خالص لحد في 2020، وكنت ساعتها عندي 20 سنة. حد من صحابي كان نازل رايح الجامعة وخبطته عربية، عمل حادثة يعني وتوفى. الموضوع ده كان بالنسبة لي صادم شوية، لأن أنا كان أول مرة حد قريب مني ومن سني يموت. الموضوع كان صادم بالنسبة لي، لأن أنا كنت دايما متخيل إن الموت يعني بيجي للناس البعيد عن الدايرة بتاعتي، ما تخيلتش إن هو هيقرب مني بالشكل ده. ومن حظي إن أنا ساعتها رحت المستشفى والمشرحة وشفته، وكان الموضوع بالنسبة لي كان صعب جدا، وفضل مؤثر على نفسيتي فترة طويلة. ساعتها قررت ان انا لازم انتظم في الصلاة، بس ما كنتش متخيل ان الموضوع هيبقى تقيل قوي كده، 5 مرات في اليوم، وطلب ان انا اتوضى وانزل المسجد واصلي. الموضوع في الاول كان صعب جدا، وما كنتش حاسس بالصلاة قوي. وللاسف طبعا بعد فترة بدأت ان انا اقع تاني واصلي صلاة وصلاة لا، وبدأت ارجع لنفس اللي انا كنت عليه قبل كده، لحد ما في يوم جه قدامي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب في ان هو يغير حياتي تماما. الحديث بيقول: من صلى لله 40 يوما يدرك فيها التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ايه ده؟ هو الموضوع ببساطة دي 40 يوم أصلي فيها في المسجد ال5 صلوات، أدرك فيها تكبيرة الإحرام، أنا كده مش هخش النار؟ فالموضوع بالنسبة لي كان حاجة مذهلة، لدرجة إن أنا يعني بدأت أشك إن الحديث أصلا مش صحيح أو مكذوب يعني. فبدأت إن أنا أدور على آراء العلماء في الحديث، وفعلا في يعني جزء منهم ضعف الحديث ده، وفي جزء منهم لا حسنه. فالمهم ان انا قلت انا عجبتني الفكره جدا، وخدت قرار تحدي ان انا هخش في ال40 يوم دول. انا كنت انا بحب ان انا اخش في اي حاجه فيها ايام او عد او ان انا الزم نفسي بحاجه فتره معينه، واعرف اطور نفسي فيها واتابع نفسي فيها. فده كان سبب ان انا اخش التحدي ده، وتحمست له جدا. وبدات فعلا. اول كام يوم كانوا صعبين، بس الحمد لله يعني بعد يومين بالظبط كنت حاسس باحساس عمري ما حسيته في حياتي. يعني بجد فكره ان انت تروح كده اخر اليوم تنام، انت شخص صليت ال5 صلوات في المسجد، كنت فيهم في الصف الاول. لو انت فعلا اول مره تعمل الحاجه دي في حياتك، هتبقى بالنسبه لك حاجه يعني انا مش قادر اوصف الشعور، بس فعلا كان من اسعد الايام اللي انا عشتها في حياتي كلها، هي الفتره الاولانيه في التحدي اللي انا دخلته ده. قعدت تعدي الايام، ويجي اليوم السابع واليوم الثامن، وبدات اخد ثقه في نفسي اكتر، وبدات احس ان انا بقيت متحمس، وبقيت متفائل قوي، وبصحى كل يوم عندي هدف انا عايز احققه، ان انا اوصل لل40 يوم دول. فالصراحه كانت تجربه يعني عمري ما انساها. واحده واحده بدات الاقي نفسي منزل ابلكيشن للصلاه، بدات اركز الاذان هيبقى الساعه كام عشان الحق اتوضى واوصل المسجد،
لو انا بره مثلا الحق اشوف اقرب مسجد ليا عشان اروح له. فبدات احس ان انا بدا يتغير فيا حاجات انا ما كنتش مستشعرها لما قررت ان انا ابدا الموضوع ده. بدات احس ان انا وداني بقت حساسه جدا للاذان، مع ان قبل كده الاذان كان بيأذن عادي، لكن كنت ممكن ابقى قاعد مثلا او بره او خارج وانا احس ان انا ما سمعتش الاذان اصلا، اجي اخر اليوم انا ما سمعتش الاذان بتاع ولا صلاه، مع ان الاذان فعلا اذن، بس عشان انا كنت ساعتها مهتم وعندي بلان انا ماشي عليها وعايز اوصل لها، بالتالي كنت حسيت ان وداني بقت حساسه جدا للاذان. يعني حتى لو انا قاعد مع حد ومشغول ومندمج معاه في الكلام، لو الاذان اذن بسمعه وبنتبه، اللي هو لا انت لازم تقوم يلا عشان تتوضى وتلحق توصل المسجد. وصلت لليوم ال 23 وللاسف جيت في صلاه من الصلوات، تقريبا كانت صلاه العصر، مش متذكر بالظبط اللي حصل، بس اتاخرت شويه ووصلت المسجد. كان الامام كبر التكبيره بتاعت الركعه الاولى وبدا في الصلاه. افتكر ان انا اليوم ده يعني بعد ما خلصت صلاه اتضايقت بطريقه يعني انا مش متخيلها. حسيت ان انا طبعا المجهود اللي انا عملته ده كله راح. فبعدها لما قعدت مع نفسي قعدت اقول لنفسي هو انت متضايق ليه؟ انت ضيعت تكبيره الاحرام بتاعت الركعه الاولى، انت ما ضيعتش الصلاه. وبعدين انت سنين كتير قبل كده كنت بتسيب الصلوات كلها اصلا ولا عمرك اتضايقت. ايه اللي جد؟ ايه الجديد اللي حصل لك؟ ساعتها تيقنت فعلا ان انا بدات اتغير واحده واحده بطريقه انا مش حاسسها. يعني الموضوع بدا يبقى خارج عن السيطره، انت نفسك بيحصل لها حاجات انت اصلا مش مخطط لها، وده احلى حاجه كانت في التجربه دي. بس التجربه عجبتني وحسيت ان ال 23 يوم دول كانوا احلى 23 يوم في حياتي، من حيث النفسيه ومن حيث ثقتي في نفسي، كل حاجه. فقررت ان انا اعيد الموضوع ده تاني واركز اكتر. في المحاوله الثانيه جيت برضو في اليوم الحاجه و20 وللاسف وقعت تاني. لما وقعت في المره الثانيه قعدت ربطت بين اليوم اللي كان في المحاوله الاولانيه اللي انا وقعت فيه واليوم ده، لقيت حاجه غريبه جدا. لقيت ان في بينهم عامل مشترك في حاجه معينه. الحاجه دي كان ان انا تهاونت في ذنب معين، يعني في ذنب معين كده انا استسهلت عليه فيه شويه في اليوم ده وفي اليوم ده. وفي المحاوله الثانيه دي، اليوم اللي وقعت فيه في المحاوله الثانيه دي، كان فعلا الموضوع غريب جدا، لان انا اصلا كنت في نص اليوم وما كنتش نايم، يعني كنت قاعد كده مغفل وظابط المنبه على ميعاد الصلاه، والمفروض ان هو بعد يعني المفروض ان هو المنبه يرن، ولكن المنبه ما رنش وانا راحت عليا نومه، وكأن الموضوع ايه يعني ربنا حطني في الوضع ده عشان الصلاه دي تضيع عليا. فلما ربطت اليوم ده باليوم بتاع المحاوله الاولى اكتشفت ان العامل المشترك هو ان انا تهاونت في ذنب معين، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبني بسبب الذنب ده وبيقول لي انت ما تستحقش ان انت توصل للمكانه دي. عشان كده قررت احاول المره الثالثه، والمره دي قررت ان انا اركز مع الذنب ده واشيله. وفي ثالث محاولة وصلت الحمد لله لل40 يوم صلاة في المسجد أدركت فيهم تكبيرة الإحرام. وافتكر إن أنا طبعا كملت بعدها شوية، يعني أعتقد بقى يعني وقعت، يعني فقدت تكبيرة الإحرام بعدها ممكن في اليوم الحاجة و50 أو 58 أو 57 حاجة زي كده. ولكن يعني شعوري وإحساسي في اليوم ال40 اللي وصلت له ده، قعدت أشكر ربنا يعني شكر إن هو وصلني للمكانة دي. يعني أنا لو شكرت ربنا طول عمري على هذه النعمة مش هوفي حقها. 3 محاولات بعدد أيام يتخطى ال100 يوم كانوا سبب في ان هم يغيروا فكرتي تماما عن صلاه الجماعه. قبل كده كنت بقول هو ايه الفرق بين صلاه الجماعه وصلاه البيت؟ دي صلاه ودي صلاه. لكن بعد ما عديت ال100 يوم دول اكتشفت ان دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. صلاه الجماعه بتشعرك ان انت عبد فعلا، ان انت مهما كان ايدك فيها ايه لازم تسيبه عشان ربنا. الفكره في صلاه البيت او ان انت تصلي في اي وقت في الوقت بتاع الصلوات، ان انت غالبا مش هتسيب اللي في ايدك عشان تروح لربنا تصلي. يعني انت لو بتعمل حاجه هتقولها لما اخلصها بروح اصلي. دي اثرها على نفسك وتزكية نفسك وتربية نفسك مختلف تماما لما يكون في ايدك حاجة بتعملها واول ما تسمع الاذان تسيبها وتروح تتوضى عشان تقف بين ايد ربنا. فدي حاجة ودي حاجة تانية خالص. وللاسف انا ما استشعرتش الحاجة دي غير لما فعلا التزمت في صلاة الجماعة دي فترة طويلة. التجربة دي كانت سبب في حبي لصلاة الجماعة بشكل غير عادي. اكتشفت ان صلاة الجماعة كانت سبب في انها تعني ان انا اسيب ذنوب كتير جدا قعدت احاول فترات سنين طويلة ان انا اسيبها وما سبتهاش غير لما انتظمت في صلاة الجماعة. وساعتها استشعرت آية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عشان كده واحد ممكن يسألك يقولك طب ما أنا بصلي، ليه الصلاة ما بتنهنيش عن الفحشاء والمنكر؟ يعني ليه أنا مش عارف أبطل الذنوب مع إن أنا بصلي؟ عشان أنت مش بتصلي صح. الصلاة الصح، الصلاة اللي هي على أكمل وجه، هي صلاة المسجد. تتوضى
وتخش قبل الإقامة تصلي السنة، تهيئ مشاعرك وتهيئ روحك للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وبعدين تخش صلاة الجماعة، تصلي مع الناس، تشوف الناس، تكتشف ان في ناس عادي جدا تنزل تصلي كل يوم ومنتظمة في الصلاة. هتحس ان انت كنت في وادي وبقيت في وادي تاني خالص. فالفكرة ان صلاة الجماعة ايا كان اختلف هي سنة مؤكدة ولا فرض، وان كنت انا مقتنع انها فرض، فهي اثرها ونفعها اكبر بكتير جدا من صلاتك في البيت او صلاتك في اي وقت بين الصلوات. لو عندك مشكلة في الصلاة ظبطها. الصلاة هي سبب التوفيق، الصلاة هي سبب الرزق، الصلاة هي سبب السعادة في دنيتك قبل اخرتك. اول ما تحاسب عليه هي الصلاة، يعني فعلك الخير وحبك للناس، برك بوالدك ووالدتك، صدقاتك، كل اللي انت بتعمله ده ملوش لازمة لو الصلاة ما كانتش صالحة. لو انت رحت يوم القيامة صلاتك كانتش صح او ما كنتش منتظم في الصلاة او لم تقبل صلاتك، كل اللي انت عملته ده ملوش لازمة. 10 دقايق كل كام ساعة بنروح نصليهم يستحقوا ان انا اضيع حياتي دي كلها بكل الخير اللي فيها؟ طب ما بالك ان الصلاة اصلا لما فرضت 50 صلاة وخففت بعد ذلك الى 5 صلوات. 50 صلاة دول لما جم حسبوها لقوا ان احنا كل تقريبا حاجة 20 دقيقة او كل نص ساعة هنقوم نصلي. هل كنت انت هتطيق ده؟ لا كان حد هيعرف ينام، ولا كان حد هيعرف يشتغل، ولا كان حد هيعرف يعمل اي حاجة في حياته، لان انت مفروض عليك 50 صلاة تروح تصليهم في المسجد، والصلاة اللي هتسيبها تحاسب عليها. احنا في نعمة كبيرة احنا مش مستشعرينها. الصلاة مش اختيار. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فانت مالكش دعوة بحد، انت ستحاسب لوحدك. المشكله ان احنا بنقيس نفسنا على الجيل الحالي او الناس اللي موجوده في زماننا الحالي. حضرتك لو جيت بصيت عدد المسلمين كام؟ 2 مليار من عدد سكان الارض اللي هم كام؟ 8 مليار اعتقد. فعدد المسلمين هو ربع عدد البشر كلهم. بمعنى كده ان يوم القيامه كل اربعه هيطلع منهم واحد بس يخش الجنه و3 يخلدوا في النار. فانت متخيل الموضوع هيبقى عامل ازاي؟ يعني انت ما تحسبهاش على الناس اللي حواليك، ما تقولش ده في ناس مسلمين كتير ما بيصلوش وربنا هيغفر لنا، لا انت بص على السكيل الكبير. وبعدين انا بكلمك على السكيل اللي موجود في زماننا الحالي، ما بقولكش على كل الامم. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا ادم ان من كل 1999 هيخشوا النار واحد هيخش الجنة. انت مطالب ان انت تكون من الواحد ده. يعني كل 1000 انت ممكن تبقى انت اللي في ال1000 دول، المفروض ان انت الوحيد اللي تخش الجنة. فانت هيبقى معاك 999 واحد هيخشوا النار. فانت ما تقيسش على الزمن الحالي، قيس على السكيل الكبير. فالصلاة هي اللي هتنجيك، الصلاة هي اللي هتزودك رزق، الصلاة هي اللي هتسبب ان انت تكون مرتاح نفسيا، سعيد في دنيتك وفي اخرتك. ما ينفعش تموت من غير ما تصلي. ولو عايز تنتظم في الصلاة جرب ال40 يوم.